عارفين في خضار كده لما بنشوفه بيطلع في موسم معين من السنة بيفكرنا ببرطمان المخلل المشكل اللي لونه وردي الجميل ده، اللي بينفع جنب أي أكلة. أنا طبعا استخدمت فيه الجزر والقرنبيط، اللفت والفجل الأحمر والفلفل الحامي. ممكن تستخدموا طبعا أي مكونات انتوا بتحبوها تضيفوها على المخلل المشكل بتاعكم. النهارده هنعمله بلون هيطلع لونه حلو قوي، وده الميزه ان انتوا ما تزودوش البنجر قوي عشان لونه ما يطلعش احمر بزياده. هو الحلو ان هو بيكون لونه وردي. هقول لكم بقى كمان على الخلطه اللي انا بعملها. المحلول بحط عليه فلفل حصى وكزبره حصى، ملح وسكر وخل، وبزود الميه. وهكتب لكم المقادير بتاعت كل حاجه تحت الفيديو عشان تعملوا الكميه اللي انتوا هتحتاجوها. انا بقى بحط فصين من الثوم كده بضربهم ضربه صغيره. بكون مخزنه دايما عندي في الفريزر الكرفس بيدي طعم جميل قوي للمخللات وللشوربات كمان. وبملى بقى البرطمان كده وبكبسه كويس، بحط عليه المحلول بتاعي، وانا حاطه فيه قرن فلفل كده حامي اهو شفتوه. ومن على الوش بحط شويه زيت زيتون بسيط، وبقفله كويس بستراتش او ممكن كيس من اكياس التلاجة، وبنسيبه 10 ايام. الكميه اللي انتوا كنتوا شايفينها عملت لي برطمانين مش واحد، هم دول البرطمانين. لونهم طبعا طلع جميل ووردي لاني مش مكتره البنجر قوي، ومش قادره اقول لكم على القرمشه بتاعه القرنبيط بقى واللفت والجزر. بجد كان حلو جدا، ريحته جميله ولونه حلو، وطعم المحلول مديله مزازه وطعمه حلو جدا جنب الاكل. جربوه بالهنا والشفا.